السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. وحشتوني جدا جدا. انا عارف ان طلبه الثانويه العامه حاليا ما بين الفرحان قوي وما بين الزعلان جدا وما بين النص نص، اللي هو يقول لك ده مجهودي بس انا ما اجتهدتش قوي. ولكن انا هقول لك كلمتين، ومش هقول لك كلمتين بس واسكت. انا هقول لك على حاجات لو انت دخلتها مجموعك ايا كان قليل ودخلتها، انت هتشكرني جدا بعد ما تخش الكليه دي او المعهد ده، وتعرف قد ايه هو مطلوب جدا في سوق العمل، قد ايه مرتباته عاليه في سوق العمل، قد ايه مهم. يعني انا هتخش كليه قمه طب بعد الكليه ده تعمل ايه؟ ايه اللي عرفك ان انت ممكن تجيب مجموع كويس وتخش كليه كويسه؟ طب انت بعد ما تخش ده هتعمل ايه؟ هتشتغل ازاي؟ عايزك تضرب امثله كتير جدا في الموضوع ده. شوف كم طالب بيخلص طب بشري او طب اسنان وبيلاقي فرصه عمل مرتباتها عاليه. امتى وازاي؟ في الزمن ده ازاي؟ طب هندسه. طب انت عارف اغلب الناس دي بقى بتعمل ايه حاليا؟ اللي هم مجاميعهم عاليه دول وبيجوا يخشوا كليات قمه، للاسف بيدوا دروس. يعني اغلب الطلبه حاليا سواء طلبه طب او طلبه هندسه بيدوا دروس. ده ليه؟ بيفتحوا شيفت كارير لهم تاني، لان المستوى الاقتصادي في مصر ما بقاش ينحصر عن الكليه، ما بقاش ينحصر ان انت كليتك ايه وقمتك ايه. هي القمه حاليا في ان انت تلاقي فرصه عمل، القمه حاليا في ان انت تتميز. ده مش تنميه بشريه قد ما هو كلام صحيح. ما جبتش مجموع في الثانويه العامه، هقول لك تعمل ايه. ايا كان مجموعك ايه، فالحاجات دي هتخشها. طب ازاي هخش ايه؟ طب انا هتكلم على الفئه الاولى. لو انت مجموعك كنت متوقع تجيب مجموع فوق 90% وربنا يعني قدر الله ما شاء فعل وجبت 80%، ما بين ال 80 و 70%، هقول لك كليه الارتفيشال انتليجنس، كليه الذكاء الاصطناعي. هتقول لي برضو كان نفسي اخش هندسه، اقول لك كليه الذكاء الاصطناعي او كليه الارتفيشال انتليجنس. مفيش اي شركه في مصر سواء شركه برمجه، شركه مقاولات، ركز معايا، شركه مقاولات اللي هي هندسه، تخلو عن القسم ده. حاليا كل حاجه حاليا بدأت شغاله في الذكاء الاصطناعي. يعني انا ممكن اطلع لك بحلقه تانية اقول لك انا عملت حلقه بالذكاء الاصطناعي، صوتي وشكلي هيطلع بالذكاء الاصطناعي. كل حاجه حاليا في مصر بدأت شغاله بالذكاء الاصطناعي، في العالم مش مصر بس. الكليه دي بقت مطلوبه بشكل جبار في سوق العمل، وبدات حاليا لها فرص عمل كتيره جدا في مصر، سواء البرمجه او التصاميم، سواء كل حاجه. هبقى اتكلم عن حلقه مفصله عن الذكاء الاصطناعي. والله العظيم الكليه دي لو انت دخلتها والله انت نفسك هترتاح نفسيا مع اول ماده تاخدها، وتعرف قد ايه المواد اللي انت بتاخدها دي مهمه جدا جدا، وقد ايه هتفيدك بشكل كبير جدا جدا. طيب ما جبتش 80% وجبت 50 من 60%، هقول لك عندك معهدين من افضل المعاهد حاليا في سوق العمل، ومش في مصر بس، ده بره مصر كمان. المعاهد دي بتتفوق عن الكليات القمه، والله العظيم بتتفوق عن الكليات القمه. اول حاجه معهد مساحه، بتشتغل مساح، بتخلص بره مصر بتشتغل بمرتب مهول على طول. فيز المساحه، المساحين في مصر او بره مصر الفيز بتاعتهم مطلوبه بشكل ملحوظ جدا جدا في الكويت وسوق العمل بره مصر. دول الخليج كلها حاليا بدات بتطور بالطرق عننا في مصر كمان. الدول دي بتبقى محتاجه مساحين او محتاجه ناس خريجه مساحه بيشتغلوا بمرتب كبير جدا جدا. طب تاني معهد معايا، معهد فن صحي. معهد فن صحي انت بتخش ضامن ان انت تشتغل على طول، تاخد اول سنه نظري وبعد كده عملي في المستشفيات، وبعد كده تشتغل على طول. هتقدم بقى في مستشفى خاصه، مرتبك هيبقى التريبل، وربنا هيفتح عليك من اوسع الابواب. مجموعك ما كانش قوي، صدقني الحاجات ديت هتهمك جدا. ركز كده وبص كده لقدام شويه، شوف مصر هتبقى عامله ازاي بعد ما تخلص، فرصه عمل هتبقى ازاي. ركز جدا على فرصه العمل قد ما تركز على ان انت الكليه ديت اللي انا فيها كليه قمه. طب يا فرحتي وانا اخش كليه قمه ومش هشتغل بعد ما اخلص، هعاني بعد ما نخلص. فربنا يوفقكم جميعا، ربنا يلهمكم الصبر شويه، لان انا عارف اكيد زعلانين واكيد متضايقين، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ونركز بقى على نص الملان تاني، ان في حاجات بدات تنافس سوق العمل، ومجاميعها مش كبيره قوي ولكن مطلوبه بشكل كبير، وسوق العمل بتاعها مطلوب عنك هنا في مصر او بره مصر. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.